في عالم مليان فوضى دايما بيظهر بطل، بس لما البطل ده يكون سوبرمان يبقى احنا مش بنتكلم عن مجرد شخصية، احنا بنتكلم عن رمز، عن أسطورة، عن أمل. الفيلم الجديد بيقدم سوبرمان بشكل مختلف تماما، أضعف من زمان، أقوى من أي وقت، وصراعه المرة دي مش مع أعداء خارجيين لكن مع نفسه ومع العالم اللي بقى مش متأكد هو محتاجه ولا لأ. في الفيديو ده هنفكك الفيلم مشهد مشهد، هنحلل كل قرار كل لحظة، وهنشوف ليه سوبرمان فضل لحد دلوقتي أكتر بطل خارق ليه تأثير على الشاشة الكبيرة. وقبل ما نبدأ ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة القصة من غير حرق. الفيلم مش بيحكي من الأول ازاي سوبرمان بقى كده، يعني مش قصة الطفل اللي جه من كوكب كريبتون واتربى في مزرعة، لأ خالص. الفيلم بيبدأ وهو أصلا بقى معروف للناس، بيتعامل كأنه واحد منهم وبيحاول يلاقي لنفسه مكان في وسط البشر. بس طبعا الدنيا مش ماشية بسلاسة، في حروب بتحصل حوالين العالم، وفي ناس شايفاه خطر وناس تانية شايفاه أمل. ووسط كل ده بيظهر عدوه القديم والعبقري ليكس لوثر اللي عمل شغل كبير في الفيلم ده. شرير بيفكر بيخطط وعنده نفوذ وتأثير حقيقي. تاني حاجة الشخصيات والتمثيل. ديفيد في دور سوبرمان بصراحة عامل شغل محترم جدا، حاسس ان الشخصية طالعة منه طبيعي، مش بيمثل انه سوبرمان، لا هو فعلا سوبرمان في كل تفصيلة، في براءة وفي قوة وفي إنسانية. ريتشل اللي عملت دور لويس لين كانت قوية، دماغها شغالة، ومش بس وجودها عشان تبقى حبيبة سوبرمان، لأ ليها دور ومكانة وتأثير حقيقي في الأحداث. أما ليكس لوثر اللي عمله نيكولاس فولت فده بقى الشرير اللي فعلا تحبه وتكرهه، واحد غني ذكي ودايما سابق بخطوة، كل مشهد ليه كان تقيل ومليان طاقة. مفاجأة حلوة، في شخصية ظريفة جدا ظهرت في الفيلم وهي كلب سوبرمان. أيوة كلب عنده قدرات خارقة، اللحظات اللي كان فيها كانت خفيفة ومضحكة وبتكسر جو التوتر شوية، وده شيء جميل جدا. الجو العام والرسالة. الفيلم مش تقيل ومظلم زي أفلام دي سي اللي فاتت، بس برضه مش تافه، هو خليط متوازن بين الجدية والدم الخفيف. والرسالة اللي واضحة جدا ان سوبرمان مش مجرد واحد قوي، هو رمز ضمير وامل في عالم مليان حروب ومصالح. الاخراج والتصوير. جيمس جان عامل شغل حقيقي، التصوير كان حلو، الالوان رجعت تنور في عالم دي سي، مش كلها كحل وكآبة، المعارك متصورة بشكل واضح مش متلخبطة، وكل مشهد ليه وزن. اللي حبيته كمان ان الفيلم ما كانش كله جرافيك وخلاص، كان فيه مشاعر، فيه لقطات ساكتة بس بتحكي كتير. تعالى بقى ننتقل